يبحث مانشستر يونايتد عن الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفا على بيرلي في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى من المسابقة. رحلة مانشستر يونايتد إلى بيرلي لمواجهة فريق المدينة في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى ستمنح الشياطين الحمر فرصة اصطياد أكثر من عصفور بفوز واحد. الفرصة ستكون مواتية أمام فريق المدرب سولشار للانفراد بالصدارة والابتعاد بفارق 3 نقاط عن ليفربول حامل اللقب قبل مواجهتهما المرتقبة الأحد المقبل، وهو أمر إن تحقق فستكون المرة الأولى منذ رحيل السير أليكس فيرغسون التي يعتلي فيها الفريق القمة في مثل هذا التوقيت من عمر المسابقة. بالطبع من المهم بالنسبة لنا أن نثبت أنفسنا في المراكز الأربعة الأولى. لقد نجحنا في تحقيق ذلك 3 مرات فقط منذ رحيل السير أليكس. في الماضي كنا نتحدى فريقا واحدا، الآن الدوري مختلف. هناك العديد من الفرق التي يمكنها أكد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون أن مواجهة إيفرتون ستكون صعبة. وفيما يتعلق بالوضع الذي تعيشه إنجلترا بسبب وباء كورونا، شدد سانتو على أنه يخشى اتخاذ قرار بتعليق مباريات كرة القدم. إنها مباراة صعبة للغاية. إيفرتون فريق جيد يتوفر على مدرب رائع. سيكون الأمر صعبا للغاية. نريد أن ننافس بشكل جيد وأن نواصل على نسقنا وأن نقدم مباراة جيدة. أشعر بالقلق إزاء الوضع الذي يعيشه مجتمعنا فيما يتعلق بكرة القدم. لست متيقنا ما هو الخيار الأفضل، لكني أخشى أن يتم توقيف المباريات. هذا هو أكبر مخاوفي. سيكون الجدول الزمني مجنونا وسيصبح من المستحيل إنهاء الدوري. أما مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي فقد أكد بدوره أنه لا يرغب في اتخاذ قرار بتعليق منافسة كرة القدم، معبرا عن ثقته في البروتوكولات الصحية المتبعة رغم الحالات التي يتم تسجيلها في صفوف اللاعبين. البلاد ومعها كرة القدم يعيشان وضعية صعبة. سجلت بعض الحالات الإيجابية في بعض الأندية مما يجعل لعب بعض المباريات أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين والطواقم الفنية في جولتي اختبارات الأسبوع الماضي. ولم تكشف الرابطة التي تجري اختبارين أسبوعيا حاليا عن أسماء المصابين، لكنها قالت إنهم يخضعون للعزل الذاتي لمدة 10 أيام. وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد كشفت في وقت سابق عن تغييرات في مواعيد مباريات الجولة المقبلة، حيث تم تأجيل مواجهة توتنهام ضد مضيفه أستون فيلا لتقام مواجهة توتنهام ضد فولهام بدلا منها. وذكر الموقع الرسمي لرابطته أنه تم تأجيل المباراة التي كانت ستقام يوم الأربعاء بين أستون فيلا وتوتنهام بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف فريق أستون فيلا وإصابة عدد من لاعبيه وموظفيه. وبمناسبة هذا التأجيل سيخوض توتنهام مباراته المؤجلة أمام ضيف فولهام في نفس موعد مباراته أمام أستون فيلا أي مساء الأربعاء المقبل. هذا وتأجلت أيضا مباراة فولهام وتشيلسي لتقام يوم السبت المقبل بدلا من يوم الجمعة. بعد أن انقشعت عاصفة فيلومينا وبعد غياب دام حوالي 9 أيام عن المنافسة ومن دون تدريبات بشكل طبيعي، يستعد أتلتيكو مدريد لاستقبال إشبيليا في المباراة المؤجلة عن الجولة الأولى وعينه على النقاط 3 أمام منافس قادم بقوة رغم أنه لم يعرف الفوز في الليغا مؤخرا على مضيفه. مراسلنا الحسن سالم والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي من مدريد. بعد أن ولت عاصفة فيلومينا ولم تبقى سوى آثارها على مدريد، يستعد أتلتيكو مدريد لاستقبال إشبيليا وعينه على النقاط الكاملة للاستمرار في ريادة الترتيب لأسبوع آخر.
أتلتيكو مدريد يعود إلى منافسة الليغا بعد 9 أيام على آخر مباراة خاضها في الليغا، والتي عاد بنقاطها من معقل ألافيس. وأمل الروخي بلانكوس كبير هذه المرة في خطف الانتصار الثامن له بمعقله في ليغا هذا الموسم، رغم قلة حصص تدريبات الفريق التي لا يجب أن تشكل عذرا لرائد الترتيب. إشبيليا قادم من مباراته الأخيرة بنسق عال في المنافسة، ورأينا كيف كان إشبيليا في مباراته الأخيرة حيث نافس على أنا راض وفخور بعد قرار النادي تمديد عقدي، وسنبحث معا على تحقيق أهدافنا، وهذا يعطيني شعورا بالفخر. علينا الآن التركيز على مباراتنا ضد أتلتيكو مدريد التي ستكون جديرة بالاهتمام. رغم الظروف المناخية الصعبة التي حرمت أتلتيكو مدريد من الاستعداد بشكل المناسب للمباراة أمام إشبيليا، إلا أن المحليين يتطلعون للخروج بالنقاط الكاملة من ملعبهم، فهل سيكون لهم ذلك؟ حسن سالم، بين سبورتس، مدريد. أملنا مشاهدينا فإلى سؤال اليوم، وهو كالتالي: ما هو توقعك لنتيجة مواجهة أتلتيكو مدريد وضيف إشبيليا في القمة المؤجلة من الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني؟ فوز أتلتيكو، فوز إشبيليا، أو التعادل؟ ننتظر مشاهدينا تصويتكم على الحساب الرسمي لبي ان سبورتس الإخبارية في تويتر، وبإمكانكم أيضا أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم على صفحة التصويت. وصلت بعثة ريال مدريد إلى مالاغا قادمة من بامبلونا لمواجهة أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الخميس المقبل. وكان النادي الملكي قد تعادل سلبيا على ملعب أوساسونا في الدوري الإسباني، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون عودته إلى العاصمة مدريد. يقرر السفر مباشرة إلى مالاغا لملاقاة أتلتيك بلباو في مواجهة يغيب عنها الظهير الأيمن الدولي داني كارباخال والمهاجم الصربي لوكايوفيتش بداعي الإصابة. كشف برشلونة عن لائحة اللاعبين الذين سيخوضون كأس السوبر الإسبانية، وضمت اللائحة 21 لاعبا، حيث شهدت عودة المدافع الفرنسي كليمون لونغلي الذي غاب عن مواجهة غرناطة في الدوري بسبب الإيقاف. كما ضمت اللائحة أيضا المدافع الأوروغواياني الشاب رونالد أراوخو الذي أصيب قبيل انطلاق مواجهة غرناطة. هذا واستدعى كومان كذلك لاعب الفريق الثاني إلايش موريبا ابن 17. أعلن أوغوستي بينيديتو انسحابه من سباق الترشح لرئاسة برشلونة، وقال بينيديتو في بيان له إنه فشل في جمع التوقيعات اللازمة للمشاركة في انتخابات رئاسة النادي المزمع تنظيمها يوم 24 من الشهر الجاري، حيث يحتاج كل مرشح لجمع 2257 توقيعا كحد أدنى. وكان بيريرا قد أعلن في وقت سابق انسحابه من سباق الرئاسة، فيما أكدت تقارير إعلامية أن كلا من جوردي فاري ولويس فرنانديز أيالا قد فشل أيضا في جمع التوقيعات اللازمة. هذا وكشف جوان لابورتا عن حصوله على أكثر من 10,000 توقيع للأعضاء من أجل المرور إلى المرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة. هذا وسيصدر برشلونة يوم الخميس المقبل لائحة المرشحين الرسميين التي يتوقعونها أن تضم 4 مرشحين هم لابورتا وفون وفريشا وروسو. تجدر الإشارة إلى أن النادي الكتالوني سيقوم ابتداء من هذا الثلاثاء بالتحقق من صحة كل التوقيعات. أكد ميشيل مولا المرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن قضية اللاعب كريم بنزيما ليست الوحيدة التي يجب إعادة النظر فيها إداريا داخل الاتحاد، موضحا أن الأخير يحتاج إلى مجموعة من التغييرات، خصوصا عندما يتعرض عدد من الأندية الهواة للاندثار.
أعلن يوفنتوس غياب نجمه باولو ديبالا لفترة تتراوح بين أسبوعين و20 يوما بسبب الإصابة. وقال بطل إيطاليا في بيان له إن الفحوصات التي خضع لها مهاجمه الأرجنتيني أظهرت تعرضه لإصابة طفيفة على مستوى ركبته اليسرى تستوجب فترة راحة قد تصل إلى 3 أسابيع. وأشار اليوم عبر الرجاء البيضاوي المغربي إلى المشهد الختامي لكأس العرب للأندية الأبطال بعد تغلب إيابا على ضيفه الإسماعيلي المصري بثلاثية نظيفة. أهداف الرجاء سجلها كل من القائد محسن متولي من علامة الجزاء والبديلين بن مالانجو ومحمود بن حليب. الرجاء الذي انهزم ذهابا بهدف دون مقابل تمكن من حجز بطاقة العبور إلى النهائي ليواجه الاتحاد السعودي المتأهل سلفا في مدينة الرباط المغربية. أعلن النجم الساحلي التونسي فسخ تعاقده مع المدرب جورفان فييرا بعد تجربة لم تدم أكثر من شهر ونصف. النجم أوضح في بيان له أنه بعد تقييم أداء ونتائج الفريق تقرر فك الارتباط مع فييرا ومساعده، مشيرا إلى أن المدرب المساعد محمد علي نفخة وهو من سيتولى الإشراف على الفريق في مباراة القمة أمام مضيفه النادي الإفريقي المقررة الثلاثاء. هذا ومن المتوقع أن يتم تعويض فييرا بالمدرب السابق للنادي الإفريقي لسعد الدريدي بعقد يمتد لموسمين. ستشهد الجولة 14 من دوري نجوم قطر صداما قويا بين السد المتصدر وملاحقه نادي الدحيل في موقعة يأمل فيها الزعيم الاقتراب من التتويج، فيما يطمح حامل اللقب لتقليص الفارق والإبقاء على أمله في المنافسة. المزيد من التفاصيل في تقرير على الجحوشي. قمة الموسم الكروي في دوري نجوم قطر ستجمع السد